الدايت اللي معتمد على الحماسة والإرادة للأسف عمره قصير. حلوة حماسة البدايات، بس الأحلى منها استمرار التطبيق. أنا مدركة تماما لحماس البدايات والجمال، وإن يبقى الواحد متحمس ويلا قولولي بسرعة أعمل إيه وأكل إيه وأنا هلتزم وهكسر الدنيا. أنا عندي حماسة وطاقة كبيرة جدا إني أنفذ وأعمل كل حاجة وأدوس جامد. جميل جدا، بس قوليلي، مش كل مرة كان ده اللي بيحصل؟ وكام يوم وتلاقي الحماس بدأ يقل وتبقي خايفة لا يروح خالص، وبتحاولي تخلقيه تاني بأي شكل وبتحبطي وتقعي. أنا مش ضد حماس البدايات، بالعكس أنا معاه جدا، بس معاه بتوجيهه واستعماله في المسار اللي يدعم تحقيقك لنتائج مستدامة. يعني ايه؟ يعني انا مع انك تستغلي الحماسة دي في تأسيس وتكوين النمط الفكري والشعوري والسلوكي اللي يخدموا هدفك ويخلوا نفسك طويل في رحلة الدايت. وده بيحصل مع التدريبات اللي بنعملها في اول اسبوع في الكورس، واللي اغلبها تدريبات ذهنية. وهنا بقى في غلطة شهيرة جدا بتحصل من بعض البطلات، انها ما تهتمش قوي بالتدريبات النفسية والسلوكية دي وما تعملهاش، او يعني تعملها اي كلام، وبيبقى كل تركيزها منصب على هاكل ايه وامتى وايه المسموح وايه الممنوع. لان طاقة وحماسة البدايات هي اللي شايلاها في الاول، وهي اللي ممشياها دلوقتي، هي بنزينها. اول ما الحماس ده بيقل بتلاقيها بدأت تبقى محبطة، بتلخبط، مش عارفة تنتشل نفسها لفوق تاني، ومحتارة ومش عارفة تعمل ايه. الأوقات اللي احنا فيها كويسين وبكامل طاقتنا النفسية نستغلها في بناء سيستم جديد يساعدنا في الأوقات اللي هنبقى فيها داون ومش في أحسن حالتنا. لأن الأوقات الداون دي هتحصل لأنها جزء من تجربة الحياة الدنيا اللي احنا بنعيشها، يعني فلا مفر من حدوثها. فالحل إننا نحضر نفسنا بسيستم وسيناريو واضح للتعامل معاها، بدل من تجنبها أو تجاهلها أو نسيان إنها هتحصل في يوم من الأيام. وعلشان كده بقولك استغلي حماسة البدايات صح. إزاي؟ بالتطبيق الجيد للدروس والتمارين في الكورس، وما تهمليش أبدا الجزء النفسي، لأن هو ده اللي هيشيلك يكمل بيكي في أوقات فتور الحماس. الاعتماد على الحماس والشغف والإرادة بس لإنجاز المهام هو اعتماد على مشاعر متغيرة وغير مضمون وجودها واستقرارها طول الوقت. ولكن الاعتماد على سيستم عقلي وبناء معتقد فكري وتعلم كيفية التعامل مع مشاعري وتوجيهها وتوجيه سلوكياتي للمسار المطلوب في وقت الأزمات، هو ده اللي يمكن الاعتماد عليه بعد الاستعانة برب العالمين. وأشوفك على خير.